شوفوا لي هذا التصريح مال كاساس، اذا سامح هاي التصريح المدرب اقصيد من الوريد للوريد. كاساس يقول من القضاء اذا تطلع وتحكي بالنتائج مال المباراه السابقه، يقول من بعد مباراه اليابان اجريت مقابله مع صحيفه ماركا ولا احكي اي شيء. كمل الفيديو وشوف. باوع لقاء. انا كنت بانتظار هذا السؤال. قبل 3 أيام أجريت مقابلة مع كوتشز بويز أحد المواقع الإسبانية. كذلك أجريت مقابلة مع صحيفة في الإمارات في الفندق لمدة ساعة. قبل 3 أيام من مباراتنا مع اليابان أجريت مقابلة مع ماركا الصحيفة الإسبانية. قبل 3 أيام من وقتنا مع فيتنام أجريت مقابلة مع كادينا سيرا وهي إذاعة إسبانية. ماذا حصل؟ لقد فزنا في المباريات ال3، صح؟ إن لم نفز غدا قد يقول البعض أن كاساس كان يجري مقابلة لهذا لم نفز. أعتقد أن هذه تصريحات غبية، أم أن من يقولها يقصد الأذى، يقصد أن يؤذي المنتخب العراقي أو دولة العراق. إذن أعتقد أنها تصريحات غبية فعلا، لأنني أجري الكثير من المقابلات دائما قبل المباريات. إذن ما المشكلة الآن؟ هل يمكنك أن تشرح لي ما المشكلة؟ إذا عجبك تصريح كاساس سوينا لايك ومتابعة وحركة الاكس بلور. تمام شباب؟ كتبوا لنا رايكم بالتعليقات شنو اللي قاله كاساس.